وهو الآخر الذي كان له الكثير من الحديث قبل المباراة عن صعوبة هذا اللقاء، عن نتيجة الإيجابية التي حققها في المباراة السابقة، والنقاط الثلاث التي جمعها من شباب بلوزداد الجزائري ثاني المغادرين من البطولة. متابعينا، عبد الله الغامدي يحييكم، يرحب بكم. الرجاء يبدأ أولا بحثا عن الصدارة أم سأغادرها؟ سنبحث ونشاهد، والتسديد وهو الكويتي، وتغلب أيضا على البطل الجزائري، إنه شباب بلوزداد التاريخي لا يتأخر، عميد الأسماء الكبيرة، عميد سعد الحوطي وفريق المغربي الذي يبدأ بكرة عرضية خطيرة جدا لهذا الرجل أن يفعل ذلك، لكن سنشاهد الرجاء الآن يحاول عن أيضا محمد مرهون النجم البحريني، لكن هنا نجومية الرجاء، قوة الرجاء. الكويت قادم لديهم مواجهة من أمام اتحاد المونستير، بينما هنا الوحدة الإماراتي كرة عرضية باتجاه أنه توقيت مثالي جدا، كرة ملعوبة إلى الأمام، محاولة التقدم، المرور، التسديد خطيرة للرجاء، لكن الكرة بتعود، وعبد الرحمن كميل على مر الدوري الذي توج الجيش الملكي بطلا له، بينما حل الرجاء خامسا في ترتيب الدوري. الخطأ لمصلحة الكويت، هل يسجل العميد أولا؟ هل يتقدم؟ لا، الكرة بتصل سهل. قام المميزة والبطولات الكثيرة، الشيء الكثير بالنسبة لبونياك. شوفوا ياسين من تونس العالمية التي أقيمت في المغرب. كرة باتجاه نوفل زرهوني، كرة جميلة بالجهة اليمنى. الرجاء في الهجوم، الرجاء يقترب، بيعرض لكرة وفي الجهرة وفي غيرها من مدن الكويت العزيزة والغالية بالتأكيد. العرضية من ياسين، المحاولة لقمة حسم صدارة هذه المجموعة، لكن أمام الكويت فالمهمة ليست سهلة. سلطان قادسية، كأس ولي عهد 3 مرات، كأس أمير الكويت 3 مرات، كأس السوبر مرتين. الكبيرة جدا مع الكويت. الزنكي الآن من أجل نجاح كويتي في هذه اللحظات، من أجل عام 2002 والنجاحات الكبيرة التي تحققت في عهد مرزوق الغانم. طيب الذكر جدا، والحديث عن النجاح. فيها الرجاء في الهجوم، فيها رجاء الشعب من أجل إسعاد الشعب. كرة بعيدة جدا مع حكم المباراة ومع اللاعب أيضا بلال عيفة، لكن الانفراد موجود. التقدم خطير جدا. الرجاء تلو الألقاب. الكرة ثابتة الآن لدى طلال الفاضل، عرضية رأسية، الكرة تصل بين بلال عيفة واثنينهم سابقا لعبوا في كرة القدم السعودية. نوفل كان مع المنتخب المغربي في مونديال المكسيك عام 70. كرة عرضية طويلة إلى الأمام، لكن كلهم لعيبة في الرجاء، والرجاء الآن يقترب، ولكن عبد الرحمن كرة عرضية خطيرة بحثا عن رحيل إلى سامي، عرضية كويتية. الله، فيصل استلم، فيصل سدد، تأخر، عرض لمين يا فيصل؟ وبالأسماء الكبيرة جدا، تلك الأسماء التي قدمت الكثير. زرهوني الآن، نوفل تقدم، لكن إسعاد الشعب وصلت إلى بن طايق، عرضية رأسية خطيرة، لكن هنا عن هذه الأسماء الكبيرة يا نوفل. الزرهوني اللي بيمر، الزرهوني اللي بيتقدم، لذلك عليك أن تكون فريقا ثقيلا أمام هؤلاء. سيلعب أول بطولة مع الفريق الكويتي، بينما هذه اللقطة اللي كان فيها اشتراك ما بين الحسين رحيمي وما بين أيضا حارس روجر أهولو. تمريرة إلى نوفل، زرهوني سدد، زرهوني قوية، زربير في كل مكان. الرجاء في الهجوم، وعبد الرحمن كمية كثيرة. حقيقة أن واحد من الأسماء المغربية المميزة على الإطلاق حقيقة. ونوفل ليس بعد، فالشوط الأول لن تتمكنوا من الوصول إلى الشباك. تسديدة يسري بوزوك، فرصة باتجاه ياسين، لكن بالطايق بيخلصها والوقت الأصلي ينتهي. فرة البداية التي تنطلق من حكم المباراة المصري أمين عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليمنى، الرجاء يبدأ الشوط الثاني من أجل التسجيل، يبتي الآخر، لكن اليوم عليه أن يخدم نفسه، لأن الرجاء للاعبيه المغاربة الخطيرة. الكرة العرضية بتتخلص. الحديث عن جيزف الشعب
شعب الرجاء. الكرة القوية اليسرى، التقدم، المرور، التسديدة. سنشاهد فيه ياسين إلى فيصل، إلى طه. الكرة عدت، هي الكرة تجاه إسماعيل مقدم، حلوة التمريرة إلى نوفل، زرهوني عرضية خطرة، جول. الرجاء يسعد شعب الرجاء، الحسين رحيمي يقدمهم بالهدف الأول. الضربة الأولى تأتي مع بداية شوط المباراة الثاني. العمل كان من نوفل، العرضية من الزرهوني، النهاية من رحيمي. رجاء الشعب يسعد الشعب ليتقدم الرجاء، لتحلق النسور الخضراء. شوف التمريرة من إسماعيل، يا سلام، والعرضية من الزرهوني، والنهاية السعيدة من الحسين رحيمي. الله على كرة، التقدم موجود. محمد أزريدة لبن طايق، خطيرة، الله، وكرة بتصل. شوف اسماعيل الاخير اللي كان بيشارك محمد مرهون. كرة ملعوبة الان، اللاعب البحريني بالمناسبة محمد، قدم لعيب، الوصول، التمرير، الله، خطيرة، فرصة جول. الله على اللعبات، الله على التمريرات. هذه لازم تكمل في المرمى، لأن كرات الرجاء جميلة، لأن نقلات الرجاء راقية جدا. محمد بلقسوت، العمل والتمرير، والنهاية في الأخير سعيدة لمصلحة الرجاء. ورجاء الشعب يسعد الشعب عن طريق أزريدة، والرجاء يزيد في غلة التهديفية. أزريدة، والرجاء يتقدم بثاني الأهداف. ضربتين على رأس الكويت مؤلمة، ضربتين في شباكهم. طيب عبر زميلك على الأقل يا أزريدة. الكرة بتصل من جديد، تسديد بعيدة من عبد الفتاح، يا سيد بونياك. الكرة العرضية خطيرة، يعود الكويت. دخول هذا اللاعب اللي هو محمد الرشيدي، سامي يغادر. كادوا معها أن يعودوا، كادوا معها أن يقلصوا الفارق، لكن نشوف اللقطة، شوف طه ياسين يطلبها. القادمة كرة طه ياسين، طالب بركلة جزاء، لا زالت مع ياسين، مع العمري عرضية، لكن حارس المرمى أنس الزنيتي إلى الأمام. تلعب طويلة من أحمد الظفيري، أنس الزنيتي يخرج قبل طه ياسين. هذا أحمد كمارة مكان الحسين رحيمي، لكن الآن الرشيدي، فرصة للكويت، هل يعود؟ كرة بتعود، سلطان فرج، تمريرة إلى الأمام، فرصة حلوة وصلت باتجاه طه ياسين. التغطية الدفاعية، فرج لهيب، ذلك المهاجم المميز جدا في كرة القدم الكويتية. ياسين العمري وصل كرة إلى الرشيدي مع الظفيري، عرضها بعيدة يا الرشيدي، بعيدة وسهلة فيها، تأخرت فيها لكن عدى، لكن تقدم مرهون، لكن مرهون يراهن على وأن الكويت سيكون ثالث المغادرين. ما أصعبها من مغادرة. الزرهوني الثالث قريب، الله. البديل الآخر اللي هو أيضا بولكسوت، وصلت في الجهة اليسرى، محاولة العرضية، يسري يعرف أدواره القادمة. وشوف التدخل من بلال عيفة، التدخل والتسديد